نطفي النور واحنا نفتح الملفات. الملف الليلة دي مش عن بيت مسكون ولا عن شبح ظهر واختفى. الملف ده عن حاجة أخطر بكتير، عن نداء بسيط جدا، صوت حد بينادي اسمك. لكن المشكلة إن اللي بيناديك ممكن ما يكونش بني آدم أصلا. ولو أول مرة تدخل بيت الرعب، اشترك في القناة وفعل الجرس، علشان الليلة دي هنفتح واحد من أخطر الملفات اللي وصلتني. القصة دي وصلت لي من شاب اسمه كريم، ورسالة كريم كانت من النوع اللي أول ما تقراه تحس إن اللي كاتبها مش بيحكي علشان يفضفض، هو بيحكي علشان ينقذ حد. أول سطر في الرسالة كان: لو سمعت اسمك في نص الليل ما تردش. أنا وقتها افتكرت إنها بداية درامية عادية، بس لما كملت فهمت ليه الرسالة دي كانت مختلفة. بداية الحكاية: كريم كان ساكن لوحده في شقة إيجار قديمة في المطرية. الشقة مش كبيرة، أوضتين وصالة ومطبخ صغير، وفيها طرقة ضيقة جدا اللي يدخلها يحس إنها أطول من الطبيعي. الشقة كانت رخيصة بشكل مريب. السمسار قاله إن السبب إن صاحبها مسافر بره ومحتاج يأجر بسرعة. والجيران كانوا من النوع اللي يبصولك كأنهم عايزين يقولوا حاجة لكن يرجعوا يسكتوا. فأول أسبوع كل حاجة كانت طبيعية، صوت المية في المواسير، صوت الجيران، صوت قطط في الشارع، الحاجات المعتادة في أي عمارة قديمة. لكن في الليلة الثامنة، الساعة كانت 3:17 بعد نص الليل، كريم صحي فجأة على صوت حد بيناديه، صوت واطي هادي قريب جدا. كريم فتح عينه، مسك الموبايل، فتح الفلاش وقام ببطء. باب اوضته كان مفتوح حتة صغيرة، والطرقة قدامه سكتة زيادة عن اللزوم. مشى خطوة، أرضية الشقة كانت قديمة وكل خطوة بتطلع صرير خفيف. فجأة الصوت جه تالت مرة، لكن المرة دي كان جاي من المطبخ. كريم، أنا هنا. كريم وقف مكانه. الصوت كان شبه أمه، وأمه كانت ميتة بقالها 3 سنين. أول غلطة، هو كان عارف إن ده مستحيل، عارف إن ده يا إما حلم يا إما توتر يا إما أي حاجة في الدنيا غير اللي هو بيفكر فيه. لكن الحنين ساعات أخطر من الخوف. قرب من المطبخ، الباب كان مفتوح والنور مطفي. المطبخ كله ضلمة إلا نور خافت جدا جاي من الشارع داخل من الشباك. وقف عند الباب وقال بصوت متقطع: ماما. الغلط حصل. أول ما قال الكلمة دي المطبخ كله سكت، حتى صوت الشارع اختفى، حتى المروحة اللي في أوضته كأنه ما بقاش ليها صوت. وبعدين من تحت الترابيزة طلع صوت نفس طويل جدا. كريم رجع لورا بعنف،
فلاش الموبايل وقع على الأرض. نور الفلاش لف على الحيطان ووقف لحظة تحت الترابيزة. وفي اللحظة دي كريم شاف إيد باهتة جدا، طويلة بشكل مش طبيعي، صوابعها أرفع وأطول من اللازم، وبتتزحلق ببطء على الأرض ناحية رجله. كريم صرخ وجري ناحية أوضته، وقبل ما يدخل سمع نفس صوت أمه من جوه المطبخ، لكن المرة دي الصوت كان متغير، خشن متقطع، كأنه طالع من حد بيحاول يقلدها. انت رديت. كريم ما نمش الليلة دي، قفل على نفسه الأوضة وحط الكرسي ورا الباب وقعد لحد الصبح والفجر دخل. أول ما النور دخل الشقة كل حاجة رجعت شبه الطبيعية. فتح باب الأوضة، الطرقة فاضية، المطبخ فاضي. راح ناحية الترابيزة، مفيش حاجة تحتها، لكن على الأرض في مكان الفلاش ما وقع كان في خربشة على البلاط. خربشة كأن حد ضفره طويل جدا جره على الأرض. الخربشة كانت عاملة شكل أقرب لكلمة تعالى. كريم حاول يقنع نفسه إن حد بيهزر أو إنه كان بينام وحلم، لكن المشكلة إن الفلاش نفسه كان متكسر من قدام، وهو فاكر كويس جدا إنه وقع على الأرض مش اتخبط في حيطة. قرر ينزل يسأل الجيران. الست اللي في الدور الأرضي في العمارة كانت في ست كبيرة اسمها الحاجة نوال، من النوع اللي بيشوف كل حاجة حتى لو مش بيتكلم. أول ما كريم قال لها هو الشقة دي فيها حاجة غريبة، وشها اتغير. قالت له بسرعة انت سمعت اسمك؟ كريم حس ان قلبه وقع. قال لها حضرتك عرفتي منين؟ الحاجة نوال بصت حواليها الأول وبعدين قربت منه وقالت الشقة دي ما تردش فيها على أي صوت بعد 3 الفجر. كريم قال لها يعني إيه؟ الحاجة نوال سكتت ثواني وبعدين قالت قبل ما تسكن كان فيها راجل اسمه شريف، وقبله بنت اسمها منى، وقبلهم واحدة ست كبيرة. كلهم مشيوا من الشقة إلا واحد. كريم بلع ريقه وقال مين؟ الحاجة نوال ردت وهي بتبص لفوق ناحية شقته. اللي رد تاني مرة. كريم كان ناوي يسيب الشقة، بس زي أي حد عاقل بيحاول يقنع نفسه إنه مش معقول يسيب البيت من أول موقف. قرر يعمل حاجة. جاب كاميرا موبايل قديم وحطها في الطرقة على وضع تسجيل، وقفل باب أوضته وقال لنفسه لو في حاجة هتظهر. الساعة عدت 2 ونص، 3. كان نايم نص نومة، وفجأة الساعة 3:17 بالظبط دق خبطتين خفاف على باب الأوضة. كريم فتح عينه، الدم جمد في عروقه. الخبط جه تاني، دق وبعدين صوت بنت صغيرة، صوت هادي جدا مكسور. كريم افتح، أنا بردانة. هو ما اتحركش، لكن اللي كسره بجد إن الصوت ده كان صوت أخته الصغيرة، أخته اللي ماتت وهي عندها 8 سنين.
عينه دمعت لوحدها ودماغه بدأت تلعب بيه. الصوت كرر: أنا واقفة بره، ليه سايبني لوحدي؟ كريم قرب من الباب غصب عنه، ايده راحت ناحية المقبض، وفجأة افتكر جملة الحاجة نوال: اللي يرد بيتعرف. رجع بسرعة، سند ظهره على الحيطة وبدأ يقرأ أي آية حافظها. الصوت بره سكت ثواني، وبعدين المصيبة حصلت. الصوت جه من جوه الأوضة تحت السرير. طب لو ما فتحتش؟ أنا دخلت لوحدي. كريم ما بصش تحت السرير، وده يمكن كان القرار الوحيد الصح في الليلة دي. قفز على الكرسي اللي جنب المكتب ورفع رجليه لفوق، وبقى بيبص للسواد تحت السرير من غير ما يقرب. ثانية، 2، 3، وفجأة خرجت خصلة شعر سودة طويلة جدا من تحت السرير، وبعدها وش طفلة، لكن مش طبيعي. الجلد باهت، العينين سودة بالكامل، والبق مفتوح زيادة عن الطبيعي. الوش طلع نصه من تحت السرير وبصله، وبصوت أخته الصغيرة بالظبط قال: بصت لي. كريم صرخ ورمى الكرسي وجري ناحية الباب وفتحه بعنف. طلع للطرقة، لكن الطرقة ما كانتش الطرقة بقت أطول بكتير، كأن الشقة اتفردت. الحيطة على اليمين بقت فيها 3 أبواب زيادة ما كانوش موجودين قبل كده. النور الأصفر الخافت كان بيطفي ويشتغل، وفي آخر الطرقة كان في حد واقف، ظهره الكريم، طويل جدا، لابس جلابية بيضة قديمة وشعره نازل على ظهره، وواقف ساكت. كريم اتجمد. الكيان ما اتحركش، لكن من غير ما يلف صوت أمه طلع منه: كريم، انت ليه بتجري؟ كريم رجع لورا. الصوت اتغير فورا، بقى صوت أخته: انت سايبني ليه؟ بعدين اتغير تاني، بقى صوته هو نفسه: انت اللي ندهت الأول. الكلمة دي خبطته في دماغه، انت اللي ندهت الأول. هو فعلا قال ماما. هو اللي رد، هو اللي فتح الباب. الكيان بدأ يتحرك، مش بيجري، مش بيمشي، كان ينزلق على الأرض ببطء، لكن المسافة بينه وبين كريم كانت بتتقفل أسرع من الطبيعي. كريم دخل الحمام بسرعة وقفله، قفل الباب بالمفتاح ووقف بيترعش. الموبايل وقع من ايده، شاشة الموبايل نورت لوحدها، في إشعار جديد: ريكوردينج سيفد. هو ما كانش بيصور بالموبايل ده أصلا، كان حاطط موبايل قديم في الطرقة. فتح الفيديو، الكاميرا كانت شغالة فعلا. الصورة باينة فيها باب أوضته من بره والطرقة الفاضية. بعد ثواني بان كريم وهو بيخرج من أوضته مرعوب، لكن المرعب إنه كان باين في الفيديو حد تاني خرج وراه، نفس طول كريم، نفس جسمه تقريبا، لكن وشه مش واضح، وبيمشي بنفس طريقته بتأخير ثانية واحدة. كريم وقف نفسه، قلبه كان هيقف، ولما كمل الفيديو لقى النسخة دي منه
وقفت قدام كاميرا الموبايل القديم وبصت مباشرة فيها، وبعدين ابتسمت. كريم رفع عينه من الموبايل وبص على مراية الحمام. في الأول شاف نفسه وشه أصفر، عينه حمرة من الرعب، عرقه نازل. لكن بعد ثانيتين انعكاسه ما بقاش يقلده. هو كان واقف ساكت، أما الانعكاس فبدأ يقرب من المراية كأنه جاي ناحية السطح من جوه، وبصوت كريم نفسه قال: أنا خلاص عرفت صوتك. المراية شرخت من النص، الحمام كله برد فجأة، برد مش طبيعي. ومن تحت الباب بان ظل طويل واقف بره، والصوت جه من بره الباب ومن جوه المراية في نفس الوقت: افتح. كريم ما فتحش، فضل جوه الحمام لحد الفجر. أول ما الأذان أذن كل حاجة سكتت، البرد اختفى، المراية وقفت، الظل راح. خرج جري من الشقة، نزل للحاجة نوال، كانت قاعدة كأنها مستنياه. أول ما شافته قالت: انت رديت مرتين. كريم قال لها وهو منهار: ايه اللي في الشقة دي؟ الحاجة نوال أخدت نفس طويل وقالت: من أكتر من 30 سنة كان ساكن في الشقة دي دجال، كان بيعمل جلسات تحضير وينادي بأسماء ناس ماتوا علشان يخلي أهلهم يردوا، وكان بيقول إن أقوى باب هو باب الحنين. كريم سكت، هي كملت. في ليلة الجلسة فشلت، واللي رد ما كانش اللي هو نده عليه. ومن يومها الشقة دي بقت تسمع. كريم قال لها: يعني ايه تسمع؟ قالت: اي حد فيها لو نده على حد مات او رد على صوت، الشقة بتحفظ صوته وبتبدأ تقلده، ولما تعرفه كويس تطلع له. كريم قرر يسيب الشقة فورا. طلع يجمع هدومه بسرعة، دخل والشقة كانت هادية جدا، الهدوء اللي يخوف أكتر من الصوت. فتح الدولاب، طلع الشنطة، بدأ يرمي فيها أي حاجة، وفجأة سمع صوت المفاتيح، صوت مفتاح الشقة بيفتح الباب من بره. كريم وقف، هو الوحيد اللي معاه المفتاح. باب الشقة اتفتح ببطء، خطوات دخلت، خطواته هو. كريم خرج للطرقة وشافه، نسخة منه واقف عند باب الشقة، لابس نفس التيشيرت، نفس الجسم، نفس الشعر، حتى نفس الخدش اللي في دراعه، لكن عينه الشمال سودة بالكامل. النسخة بصت له وبصوته هو قالت: انت هتمشي؟ طب انا هفضل. كريم جري ناحية الباب، النسخة أسرع، لكن قبل ما تمسكه الحاجة نوال ظهرت من بره الشقة، وفي إيدها مية مقري عليها وورقة قديمة ملفوفة. رشت المية جوه الشقة والكيان صرخ. الصوت ما كانش صوت واحد، كان عشرات الأصوات فوق بعض، رجالة، ستات، أطفال، كلهم بيصرخوا في نفس اللحظة. الحيطان نفسها بدأت تطلع صوت خربشة،
الحاجة نوال شدت كريم بره وقفلت الباب، ومن جوه سمعوا آخر جملة بصوت كريم نفسه: أنا لسه هنا. كريم ساب العمارة في نفس اليوم، ما أخدش كل حاجته، ما رجعش للشقة تاني. الحاجة نوال قالت له إن لازم ما يردش على أي صوت بالليل لمدة 40 يوم. في أول أسبوع مفيش حاجة حصلت. في تاني أسبوع بدأ يسمع اسمه، مرة من المطبخ، مرة من الحمام، مرة من الشارع، لكن كان بيتجاهل. لحد الليلة 40 الساعة كانت 3:17. الموبايل رن، رقم غريب، مردش. الرنة وقفت. بعد ثانيتين وصلته رسالة صوتية من غير اسم، من غير صورة. فتحها. الصوت كان صوته هو، واضح جدا: أنا خرجت. كريم بعت لي الرسالة بعدها بساعتين، وكان آخر سطر فيها: لو القصة دي اتذاعت ومتابع من متابعينك سمع اسمه بعد الحلقة، قول له ما يردش، علشان اللي خرج ما بيدورش علي أنا بس. لو سمعت اسمك بعد ما الحلقة تخلص، ولو كنت متأكد إن مفيش حد حواليك، ما تردش. مش كل صوت بيناديك بيبقى مستنيك تجاوبه. أوقات بيبقى مستنيك تفتح له باب. الملف اتقفل، بس الرعب لسه. ده كان بيت الرعب. ولو أول مرة تسمعنا، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان الملف الجاي هيكون عن اللي بيخبطوا على الباب من غير ما يكون في حد بره.